épargné à ça. donc ñu déglu sëñ Mamour nee na bu benn liyakun fi karimi ilmikum أن هذا الخطاب الوجيز من إنشاء اللجنة الثقافية التي يرأسها الشيخ أحمد بدوي تمهيدا للكلمة الأخيرة التي سيلقيها الشيخ عبد الفتاح المتكلم الرسمي للأسرة الفاضلية باسم خليفة الأسرة الفاضلية الشيخ أبو بكر خوف أن يضيق الوقت لسيادته وإليكمها بعون الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحييكم بتلك التحية الإسلامية المباركة ونوجهها إلى كل من لبى وحضر هذه المناسبة العظيمة وفي طليعتهم هذه الوفود الآتية من شتى الطرق الصوفية والهيئات والمنظمات الإسلامية من داخل السنغال وخارجها، حيث نهنئ الجميع بهذا اليوم الكريم ونشكركم على هذه الخطوات التي نقدرها حق التقدير، فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. والشكر موصول إلى الشيخ سيدي المختار مبكي الخليفة العام للطريقة المريدية، نظرا للمواقف العظيمة التي كان وما زال يقفها توطيدا للأخوة الإسلامية وسعيا إلى كل ما فيه المصلحة العامة. هذا فإن أسرة الشيخ محمد الفاضل وعلى رأسهم الشيخ أبو مبكي يعرفون ما يوليه الشيخ سيدي المختار من أهمية بالغة لهذه الذكرى السنوية للشيخ محمد الفاضل، إذ هو الذي أمر بإعلان وتبليغ دعوة كافة الناس إلى الحضور في هذا اليوم، وهذا شرف كبير وموقف عظيم من سماحته تجاه الأسرة الفاضلية قاطبة، فله منا كل الشكر والتقدير والتبجيل. وننتهز هذه الفرصة لتقديم تعزيتنا القلبية في وفاة الإخوة الكرام، وعلى رأسهم الشيخ مودو عيسى مبكي ابن الشيخ محمد لبن بارة، كما لا ننسى الأخوين المرحومين سرين عافية مبكي ابن الشيخ محمد الفاضل وسرين عبد الصمد ابن الشيخ محمد الفاضل، فلقد كنا نعيش معا جو هذه الذكرى العظيمة في العام المنصرم، وعلى جميع فقداء الأسرة المسوبية وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم بوسى خليفتهم، فرحمة الله عليهم أجمعين. ولا يفوتنا المقام أيضا إلى أن نبلغ تعازينا القلبية إلى فقيد الأمة الإسلامية الشيخ أحمد التيجاني الخليفة العام للطريقة التيجانية، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، فقد كان محبا حبيبا وخليلا للشيخ محمد الفاضل وآله. وكذلك نقدم أحسن تعازينا إلى أسرة العالم الكبير العالم النحرير سرين مولو توري الذي كان يرعى حق القرابة والعلاقة الدينية بينه وبين الشيخ محمد الفاضل، وقال في حقه أبيات رائعة يضيق المجال عن ذكرها. كما لا ننسى إخواننا الذين التحقوا إلى الرفيق الأعلى في مناسبة ذاك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويسكنهم جنة الفردوس. أيها الحضور الكرام، ها أنتم هؤلاء لبيتم هذه الدعوة الكريمة، وأنتم الآن في رحاب آل الشيخ محمد الفاضل مكة، وبموقفكم هذا
اصطدتم عصفورين بحجر واحد بمناسبتين إسلاميتين، وهما ذكرى حادثة إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وهي حادثة عامة، وذكرى ميلاد الشيخ محمد الفاضل مكة في كذا رجب. ففي الأولى يقول ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول خديم المصطفى رضي الله عنه في إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه: قد حاس فخرا من حين أسرى بالجسم جهرا بلا افتراء، سرى الأمين مع الأمين فوق الأمين للأسفياء، مع الضلال أبدى الجلال أبدى الجمال للأتقياء. هذا وتجر الإشارة إلى مواقف الشيخ محمد الفاضل الجليلة في حب الخير وفعله ونيته لجميع الناس، وفي سعيه الدؤوب لنشر السلم والسلام بين كافة البشر. وكان الشيخ محمد الفاضل يدعو ربه أن يرفع عن الأمة المحمدية البلايا والمصائب والأمراض. فلنستمع إلى بعض أبياته الرائعة: لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا، وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا، ولسنا نخاف الضر ممن سواك لا، كذلك لا نرجو سوى يسركم يسرا، وأهل الدنا أحنت عليهم صروفها، وما منهم إلا أخو كبد حرا، وفيما مضى ضاق الزمان عليهم، وفيما سياتي فليكن ذا ورا ظفرا، فمن مشتك فقرا ومن مشتك بلا ومن مشتك دينا، وعلى قراءة آخر ومن مشتك دينا، وذا منهم وأحرى، فكن دافعا شكوى الجميع وعمهم بلطف، وكن ربا رؤوفا بنا برا، إلى آخر الأبيات. وفي الختام نشكركم من جديد راجين من ربنا أن يبارك مساعيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.